الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي، كلمكم اليوم كلمكم الكل في تونس وخارج تونس، كلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. اسمح لي فما ساحة فما شعب هو اللي يفرز، يعني لهم الفيسبوك ولهم الانترنت، يعني يسجلون انفسهم كما يشاء، يعني لن نعلق عليه. واعطيت تعليمات كذلك وزير الداخلية وكررت. نبهت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم إلى خطورة ما يتداوله البعض عبر شبكة الفيسبوك من تهديدات ودعوات صريحة إلى العنف والشغب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت مسميات مشبوهة تستغل ثورة التونسية التحقيقات العدلية تورطهم في أعمال عنف شديد وتخريب مقصود وحرق للممتلكات. هناك خروقات واضحة للقانون، وهناك استغلال لهذه الشبكة للدعوة للتحريض. هناك يعني مساس وسب علني، وهناك كلام بذيء يتداول في هذه الشبكة. وأسفي كبير، أسفي كبير وكبير جدا وعميق جدا، عميق جدا، فكفاء عنفا، كفاء عنفا. يعني وزارة الداخلية حذرت من خطورة هذا الاستخدام الخطير لهذه الشبكة الاجتماعية بالدعوة للتحريض والدعوة للشغب من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على الأشخاص، والدعوة يعني حث السكان وحث الشبان على التمرد بطريقة يعني غير حضارية. واحنا أعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من المنحرفين. الشبكة قاعدة تنسفح وصدمت يعني بكلام يعني يوم الانتقام ويوم التخلص من رموز يعني الاستبداد. هناك حتى يعني اسماء مسؤولين. هذا جرام مش احتجاج، وهذا حرام. والمواطنين كل المواطنين لابد ان يقفوا امامهم. هناك ايقافات اوقفت هذه المجموعه وستحال على العداله من اجل مقاضاتهم بما ارتكبوه من جرائم. وسيحاسب، نعم سيحاسب. نعم سنموت ولكننا سنقتنع.